احنا في الاول وفي الاخر احنا النادي الاهلي وبنلعب على البطوله ان شاء الله، وربنا يكرمنا كده ان شاء الله ونحقق نتيجه ايجابيه هنا في مصر ان شاء الله، لان الماتش هناك مش هيبقى سهل طبعا. فربنا يكرمنا ان شاء الله بالبطوله 11، والجماهير طبعا هتساعدنا في الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق حاجه كويسه باذن الله. والله انا يعني مهيئ نفسي لكل حاجه في الماتشات، يعني مش النهائيات بس، دايما ليا طقوس معينه بعملها يعني في الماتشات الحمد لله دايما بعملها، ولو ربنا رايد لي الخير دايما ببقى مبسوط، ولو ما فيش حاجه تاني برضو في الحالتين يعني الحمد لله ببقى مركز وجاهز للحاجات دي. والنهايات اهم حاجه، انت عارف بتبقى ماتشات كويسه وماتشات كبيره. المختلف في النهائي ده ايه المختلف المره دي؟ لا يعني هي كل النهايات واحد، بس ده مختلف طبعا لان احنا خسرنا السنه اللي فاتت نهائي افريقيا، فطبعا احنا السنه دي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق النهارده ان شاء الله الماتش ده، وربنا يكرمنا البطوله 11 ان شاء الله. هل ده نهائي سائري؟ هل ده نهائي سائري؟ بتعتبروه نهائي سائري نتيجه ان الاهلي خسر البطوله؟ لا 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 خالص، لا لا مفيش الكلام ده، احنا بنلعب في النادي الاهلي وعارفين يعني ايه نهائي افريقيا، وطالما خسرنا خلاص ده خلص. احنا دلوقتي بعد بكره عندنا نهائي مهم، اللي فات ده خلاص خلص، ما فيش حاجه بترجع تاني، فعايزين نحقق تاريخ ان شاء الله في الماتشات اللي جايه باذن الله.